والمواجهة جمعت بين الفريقين الدور الثاني عام 90. وامامنا هذه اللقطة عيناق بين معلول ومعلول بين نبيل، والمواجهة جمعت بين الفريقين الدور الثاني عام 90. وامامنا هذه اللقطة عيناق والمواجهة جمعت بين الفريقين الدور الثاني عام 90. وامامنا هذه اللقطة عيناق بين معلول ومعلول بين نبيل. تتويج بلقب هذه المسابقة 10 ألقاب. منطق الألقاب يؤكد أن الأهلي ذو مرجعية كروية كبيرة، صاحب ألقاب مرعبة ونتائج باهرة. كرة مصرية، بيرسيتاو يسدد والهدف لصالح الفريق المصري. يسجل ولد البافانا، يفاجئ الترجي. بيرسيتاو يعلن عن تقدم المارد الأهلاوي. أسبقية مبكرة للفريق المصري. الواقعية والواقعية ثم الواقعية يتعامل معها الفريق المصري. فريق الأهلي من أجل كتابة صفحة جديدة في كتاب الأمجاد للفريق المصري. براعة الأهلي تكمن في إنهاء الخواتيم الجميلة. دائما شامخ الأهلاوي. الفريق المصري يتقدم وغلطة من الدبشي يحاول بالرجل ابعاد الكرة، ولكن تكنيك سيء من جانب الحارس والكرة بالشبكة تمنع تقدم للفريق المصري. كشاف النادي التركي راقب بن حميدة. المطلوب ايضا من موناكو ومونبلييه الفرنسيين. ترجع كرة من بن علي للوراء. هذه محاولة تونسية، رصاية بالشبكة، كرة خطيرة جدا. الترجي الان يتحرك، اخذ الكرة رنكشخة. شوفوا الاعادة هنا، رصاية زدام مرت بمحاذاة القائم الايمن للحارس الشناوي. شوفوا محاولة اولى للفريق التونسي القائم. ركنية، ترجي يبحث عن التعديل وامام المعتز زدام. ركنيه للترجي، رصيه والكره الاخيره لبرا. الفريق التونسي خطير على مستوى الكرات الثابته. هذا التوجاي ترجي يعول على الكرات الثابته بشكل كبير. على صعيد الكرات العاليه مرتين يتفوق على الدفاع المصري. اهميه هذه المباراه تتجاوز خطوط. بداية المحاولة من جانب الفريق التونسي. هدف مبكر كان بمثابة الصدمة. كرة اختها بيرسيتاو، ينطلق الجنوب افريقيا. التمرير، فرصة الهدف الثاني. الهدف الثاني يضيع. كهربا وجه لوجه يضيع. كهربا في كرة سهلة اهدرها. كرة الهدف الثاني تعقد الامور وتصعب على فريق الترجي. امام بيرسيتاو. كهربا كرة لم تكن في الاطار، يضيع كهربا فرصة سهلة من الصعب جدا اهدارها. شفنا كرة بيرسيتاو بينية ضرب بها الدفاع. قوة الاهلي في ثلث الهجوم، حركة بيرسيتاو وايضا كهربا ومع الشحات. هنا خطوط الاهلي. بيرسيتاو منطلق، بيرسيتاو السريع الخطير. بيرسيتاو خطير، ولد ساوث افريكا. بيرسيتاو والثاني روعة جدا من ولد البافانا. تأنى، امتدر، وبعد ارسل كرة بالشبكة. الكرة تطاوع. هذا الجنوب افريقي، الكرة تطاوع. بيرسيتاو بلمسة غالة الدبشي. 2-0 الاهلي في طريق مفتوح ليعود مظفر بالنقاط الكاملة. هذا بيرسيتاو، هذا الخطير، هذا ولد البافانا اللي انطلق بالكرة. ولد البافانا يستحق ان يكون تاج على راس كل عاشق لفريق الاهلي، لانه بعد بلمسه واحده في غايه الروعه. الجنوب الافريقي الفنان الانيق بيسراه يضع الكرة في البعيده، ولكن توجاي في لقطه غريبه جدا. توجاي ثابت ينتظر، يشاهد بيرسيتاو براحة تامة. اسكن الكرة المرمى. 2-0 تقريبا خلاص مباراة. بدري في تنفيذ الركنية. كرة منطقة الجزاء، تغطية تتبع الدفاع، ترجع لفريق الاهلي في الهجوم. كرة خطيرة للفريق المصري، يبحث عن الرابع. الاهلي بالهجمة. هذه محاولة خطيرة. طاهر السدد والكرة للركنية. طاهر استلم، محمد طاهر والكرة للركنية. 3-0 قاسية. 4-0 ستكون كارثية للاهلي للترجي. مهمنا
طاهر السلم، سدد الطاهر. هذه الإعادة للمحاولة للفريق المصري. الأهلي في تاريخ مفتوح لبلوغ النهائي رقم 15 في تاريخ 3-0. والفريق كما لو كان يعني تعامل مع المباراة بهدوء تام بأقل مجهود. هذه عرضية خطيرة، فرصة الرابعة رأسية عند الحارس عند الدبشي. 3-0. والفريق كما لو كان يعني تعامل مع المباراة بهدوء تام بأقل مجهود. هذه عرضية خطيرة، فرصة الرابعة رأسية عند الحارس عند الدبشي. المباراة القادمة يعني في ظل غياب معز بن شرفية، هل سيتم الاستعانة بأمان الله مميش الحارس الشاب؟ هذه كرة لفريق الاهلي. الاهلي خطير في التحول، انطلاقة عبد القادر. عبد القادر يمر، عبد القادر دبشي هذه المرة، خروج الدبشي. دبشي يلعب كرة دبشي بالسرعة لفريق الاهلي. الاهلي خطير في التحول، انطلاقة عبد القادر يمر، عبد القادر دبشي هذه المرة. تتويج بلقب هذه المسابقة 10 ألقاب. منطق الألقاب يؤكد أن الأهلي ذو مرجعية كروية كبيرة، صاحب ألقاب مرعبة ونتائج باهرة. كرة مصرية، بيرسيتاو يسدد، والهدف لصالح الفريق المصري. يسجل ولد البافانا، يفاجئ الترجي. بيرسيتاو يعلن عن تقدم المارد الأهلاوي. أسبقية مبكرة للفريق المصري. الواقعية والواقعية ثم الواقعية يتعامل معها الفريق المصري. فريق الاهلي من اجل كتابة صفحة جديدة في كتاب الامجاد للفريق المصري. براعة الاهلي تكمن في انهاء الخواتيم الجميلة. دائما شامخ الاهلاوي. الفريق المصري يتقدم وغلطة من الدبشي يحاول بالرجل ابعاد الكرة، ولكن تكنيك سيء من جانب الحارس، والكرة في الشبكة تمنح تقدم للفريق المصري. الفريق قوة الاهلي في ثلث الهجوم، حركة بيرسيتاو وايضا كهربا ومع الشحات. هنا خطوط الاهلي. بيرسيتاو منطلق، بيرسيتاو السريع الخطير، بيرسيتاو خطير، ولد ساوث افريكا. بيرسيتاو والثاني روعة جدا من ولد البافانا. تأنى، امتدر، وبعد ارسل كرة بالشبكة. الكرة تطاوع، هذا الجنوب افريقي. الكرة تطاوع بيرسيتاو بلمسة غالة الدبشي. 2-0 الاهلي في طريق مفتوح ليعود مظفر بالنقاط الكاملة. هذا بيرسيتاو، هذا الخطير، هذا ولد البافانا اللي انطلق بالكرة. ولد البافانا يستحق ان يكون تاج على راس كل عاشق لفريق الاهلي، لانه بعدها بلمسه واحده في غايه الروعه. الجنوب الافريقي الفنان الانيق بيسراه يبعث الكرة في البعيده، ولكن توغاي في لقطه غريبه جدا. توغاي ثابت ينتظر، يشاهد بيرسيتاو براحة تامة. اسكن الكرة المرمى. 2-0 تقريبا خلاص مباراة. توغاي ترجي واضح تماما تأثر بشكل كبير، والاهلي خطير عن طريق المرتدات. اليو ديانج يتقدم المالي من اجل الثالث. الاهلي خطير، كرة عند شحات عرضية والثالث. الهدف الثالث عن طريق كهربا يجيب الثالث. 3-0 قاسية جدا على الترجي. كرة مرت بين 3 لاعبين كملها كهرباء. ثلاثية للاهلي في رادس. لأول مرة الاهلي يسجل 3 في تونس، لأول مرة يحقق ثلاثية في شباك الترجي في ملعب رادس. 3-0 قاسية جدا على الترجي. لم يعتاد الترجي ان يخسر بالثلاثة امام الاهلي في رادس. خسر 3 في القاهرة مرتين، 2007 2021، ولكن لأول مرة فريق الترجي يسقط على ميدانه بهذه النتيجة. الاهلي القوي ملتزم بالفن وصناعة الروعة والفارق. الارقام تؤكد قوة الفريق المصري. الاهلي تقدم 3-0. مرفوع الاهلي برسم روح المسؤولية والروح القتالية وبعبق ربيع اللونين.